هتفت سلمية، لا أنا صايع ولا بايع سنين عمري اللي بقي بلاش، ولا حابب أشوف أمي قلقها عليا ما بيهداش، لا عاوز أشوفها شايلة الهم وتبكي لو تشوف الدم، ولما تتسئل عني تقول ده ضنايا راح ولا جاش. أنا اللي هتفت سلمية ولا كان نفسي أشم الغاز ولا أمسك طوبة في ايديا ولا خرطوشة تحرقني. أنا اللي هتفت سلمية ما كانش في بالي ضرب النار ولا اني انضرب برصاص ولا ان عينيا تبقى انا شل ظابط مفتري قناص. انا اللي نزلت بهدافي خلعت نظام وحققت اللي كان فاكرينه الاحلام. ساعتها اتشلت فوق الروس وقالوا عليا احلى كلام. ده كان في يناير الماضي بداية العام، ومات ايامها صاحبي فؤاد ومات خالد ومات رامي وراحت عين قريب هشام. وعدى الشهر بعده الشهر وفاتوا عليا زي الدهر، ودم الشهداء يفزعني ويقلق راحتي كل ما انام. ساعتها لقيتني متكتف وقلت لابد اعود اهتف. رجعت هتفت سلمية وقلت الدم مش للبيع بورقة ب10 أو 100 في ايدي قدر اهتف. فضلت اهتف وقلت يا ناس ده انا اللي هتفت سلمية. قالولي لقوا نكروني وشفت الدم من تاني وعاد المشهد قدامي. وده كان يوم ما مات مينا عشان ما قبلش تاني الظلم وراح يهتف. وزادت قايمة الشهداء عدد من ناس، في منهم صابت رصاصة أو الانداس. وزادوا الحزن والقهرة وعادوا الكرة 100 مرة، وفال الدم من تاني على جبينه وغرق عمته الحرة. ومن تاني عشان خاطرك يسيل الدم يا ترى. وبعد ده كله أنا اللي هتفت سلمية، ويسقط كل من خانه ويسقط كل من هانه، ويسقط كل من وقفوا في وش جيل بيتحرر، ويسقط كل من ضربوا ويسقط كل من قتلوا، ويسقط كل من شطبوا سطور في تاريخ بيتسطر. ومن تاني رخص دمي وسال في شوارع التحرير، ما عادش بينفع التبرير، ورجعوا قالوا تستاهل. لكن عارفين أنا استاهل عشان أنا كنت متساهل، ولأجل يكون في معلومكم مفيش حرية بالساهل. ومهما يسيحوا في دمي إرادتي مش هتتكسر، في ده بلادي تروح الروح ولا أشوفها بتتعسكر.